يا ترى انت مين؟ عرفيني بنفسك من غير ما تقولي اسمك ولا سنك ولا وظيفتك، لأن ده مش هو اللي بيعبر عنك. كل دي حاجات ممكن تروح في لحظة. يعني مثلا لو بتشتغلي مدرسة وقررت في لحظة انك تعملي كارير شيفت وتغيري وظيفتك، قيسي بقى كل الأمور بنفس الطريقة. أمال انت مين؟ أرسطو قال إن التميز هو ما نقوم به مرارا وتكرارا، يعني مش مجرد فعل لكنه عادة. طب انت مين بقى؟ محتاجة انك تسألي نفسك ايه هو الأثر اللي محتاجة تسيبيه في حياتك بعد ربنا ما ياخد أمانته. ربنا طبعا يديك العمر. ايه هي العادات اللي مستمرة عليها يوميا؟ ايه هي الصفات ونقاط القوة اللي بتفخري بيها؟ ايه هي الحاجات اللي بتعتبريها إنجازات من وجهة نظرك انت وبس؟ وعشان انك تعرفي نفسك هو أول طريق للسعادة، فالإمتى هتفضلي مكسلة ومترددة عشان تعرفيها بجد؟ كنت معاكم النهاردة أنا هند صلاح، لايف كوتش وممارس علاج شعوري. تابعيني لو عايزة تعرفي عن نفسك أكتر.